استكمالا بقى لنواعم العيد ومخبوزات العيد النهارده جايه لكم بأفخم وأحلى وأسهل وأضمن وصفة بيتي فور أنا جربتها لحد دلوقتي. جربت وصفات كتير جدا جدا ودي الوصفة الوحيدة اللي أخدت مني تقييم 100%. كتير جدا كنت بعمل البيتي فور بيدخل برسمة وبيطلع من الفرن برسمة تانية خالص. النهارده الموضوع مختلف تماما، بيدخل الفرن وبيطلع بنفس الرسمة بالظبط وناعم ودايب وبيتقطم بيدوب في البق دوب. وده دليل على ان الوصفة ناجحة 1000000%، او المقادير مظبوطة بالملي. نواعم العيد يا جماعة مش مقادير وخلاص، نواعم العيد في تكنيك معين بنمشي عليه من البداية للنهاية عشان ناخد نتيجة ترضينا في النهاية. علشان كده بقولك تابعي الفيديو للنهاية علشان تستفيدي بكل معلومة هقولها في الفيديو ده. بس قبل كل ده لو مش مشتركة في القناة نوريني واشتركي فيها، اعملي لايك للفيديو ويلا نبتدي ونقول بسم الله. اول حاجة بحب ابتدي بيها تجهيز المقادير، ده بيسهل عليا باقي الخطوات بعد كده. اول حاجة هعملها هنخل 300 جرام من السكر البودر ما يعادل كوبايتين من اكبر حجم من الكوبايات المعيارية. كل ما نخلت السكر والدقيق اكتر كل ما ادتني نتيجة افضل، يعني نخلوا فيه على قد ما تقدروا، مرة اتنين تلاتة، او حتى ممكن نقلب فيه كده ونهيشه بالمعلقة. بعد كده هنخل كيلو من الدقيق ما يعادل 7 كوبايات من الكوباية المعيارية الكبيرة، ونتأكد ان الدقيق مكتوب عليه كيلو. معظم اكياس الدقيق دلوقتي الوزن بيختلف عليها، فنتأكد ان الدقيق كيلو بالظبط. ضفت على الدقيق رشة الملح المعتادة بتاعت المخبوزات، وهبتدي برضو اقلب فيه كتير كده بالمعلقة شوية حلوين. بعد كده البيض، انا هستخدم 4 بيضات، مش هفصل الصفار عن البياض، لان في معظم الوصفات بنفصل البياض عن الصفار. لا انا هنا هستخدم البيضة كاملة، حباية البيضة كاملة، بس مهم جدا جدا اتأكد من صلاحية البيض، وفي نفس الوقت يكون طازة. كل ما كان البيض طازة كل ما كان ريحة وطعم المخبوزات احلى. هضيف على البيض معلقة كبيرة من الفانيليا. بعد كده الزبدة تكون خارجة من التلاجة، ضروري جدا الزبدة ما تكونش ولا بدرجة حرارة المطبخ ولا تكون طرية ولا تكون سايحة. الزبدة خارجة من التلاجة، يعني لو ضغطت عليها بالمعلقة كده زي ما انتوا شايفين المعلقة مش بتمشي فيها خالص. دول 750 جرام من الزبدة، وهضيف عليهم كمان معلقتين كبار من السمنة البلدي. السمنة البلدي هتعزز جدا طعم البيتيفور. هاخد بقى كل المكونات دي على العجان. هكتب لكم تحت في صندوق الوصف كل المقادير بالكوباية وبالجرام، تقدروا ترجعوا لها في اي وقت. في العجان وهبتدي اخفق الزبدة مع السمنة البلدي، ودي خطوة مهمة جدا جدا ان انا ادمج المكونين مع بعض. بمجرد ما المكونين اندمجوا مع بعض والزبدة ابتدت تتفكك كده هبتدي اضيف عليهم السكر. هخفق الزبدة والسمنة والسكر كويس جدا جدا لحد ما السكر يدوب تماما واوصل لقوام للون افتح من البداية. وخطوة مهمة كمان ان انا انزل السكر اللي بيكون في الجناب دي، يعني من وقت للتاني ارفع العجان كده وابتدي انزل بواقي السكر اللي بتكون في الجناب. انا لو ما عنديش عجان انا ممكن اشتغل بالمضرب الكهربائي عادي جدا لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، اشبه بقوام الكريم شانتيه. بعد كده هبتدي انزل بالبيض تدريجيا. العجان وهو شغال او المضرب وهو شغال انا ببتدي انزل بالبيض واحدة ورا التانية واحدة ورا التانية زي ما انتوا شايفين كده. وهنا دي كده اهم خطوة، هخفق الخليط ده كويس جدا جدا. الخليط ده لما بياخد حقه في الخفق بناخد في النهاية بتفور ناعم ودايب دوب. الخطوة دي هتاخد معايا من 5 ل7 دقايق لحد ما اوصل للقوام ده، قوام افتح بكتير واتقل كمان من الاول.
شايفين قوامه فاتح ازاي؟ يعني لونه اشبه باللون السكري كده او الابيض. هضيف بقى الدقيق كله، كمية الدقيق كلها، وهغير بقى من المضرب للكف بتاع العجين. لو شغالة بالمضرب الكهربائي هستغنى بقى عن المضرب بعد كده، وهبتدي اقلبه يا بالسباتيولا يا بايدي. في المرحلة دي مش بتاخد كتير في العجين، يعني هو مجرد بس ما كل المكونات تندمج مع بعضها والدقيق يختفي تماما. بصوا قوام العجينة شكلها عامل ازاي، بتلزق جدا جدا، يعني انا مش هقدر حتى امسكها بايدي. هاخد نصها هدخله التلاجة لمدة ربع ساعة. النص التاني ده انا هضيف عليه كاكاو. هضيف بالظبط 4 معالق كبار من الكاكاو الخام الاسباني. الكاكاو اللي انا ضفته مفهوش اي سكر، كاكاو خام يا جماعة، مفهوش اي سكر. اضافة كمان دي انا بحب اضيفها، تقدروا تضيفوها او لا، وهي معلقة من البن، بتعزز طعم الشوكولاتة او طعم الكاكاو جدا في البيتي فور. دي التبات اللي انا استخدمتها، تقدروا تاخدوا ليها اسكرين وتقدروا تشتروها من اي حد بتاع حلواني. استخدمت الوردة المقفولة شوية دي، واستخدمت كمان الوردة المفتوحة شوية، اللي هي بتكون سنونها قصيرة كده زي ما انتوا شايفين. تقدروا تاخدوا لهم سكرين وتشتروهم من اي حد بتاع حلواني، يعني او اي محلات بتاعة الادوات المنزلية كمان. انا هنا استخدمت في الوصفة الكيس اللي هو الاستخدام المرة واحدة بس. هقص الحرف اللي من تحت خالص على قد ما حرف التب يخش، او حتى تخش لحد ربعها، بلاش نفتح الكيس قوي عشان التب ما يجريش مننا، او مع الضغط بتاع العجين الكيس يتقطع مننا. فاحنا يدوب هنخرج حرف التب بس، ممكن اللي هو ربعه بس، يعني ما نعديش او ما نزودش اكتر من كده، فنكون حريصين جدا واحنا بنقص الكيس. دي شكل العجينة بعد ما خرجت من التلاجة. مهم جدا ان العجينة قبل التشكيل ادخلها التلاجة ربع ساعة، سواء اللي بكاكاو او اللي هي البيضة، علشان بقى الرسمة ما تتزحلقش مني، او ورق الزبدة ما يتزحلقش مني. انا دهنت الصاج بطبقة كده من الزبدة خفيفة جدا، وعليها ورق زبدة. لو مفيش ورق زبدة مفيش اي مشكلة، نقدر ندهن الصاج بدهنة بسيطة كده من الزيت. هبتدي اشكل بقى الرسومات اللي انا عايزاها. هضغط ضغطة 2 3، يعني هعد 1 2 3، والف القمع كده بشويش واشيل ايدي، وهكذا 1 2 3، وهضغط ضغطة بسيطة وهلف القمع سنة كده صغيرة لحد ما تطلع معايا الرسمة دي. احاول كمان وانا بضغط عليه ما اضغطش قوي، بحيث ان هي ما تبقاش رقيقة، يعني في الوسط. حاجة كمان، مملاش الكيس قوي واجي اضغط عليه، هيكون صعب جدا ان الرسمة تنزل مني وهتوجع ايدي. لا، زي ما انتوا شايفين كده، اللي هو باقي العجين فوق وشوية من العجين فوق التب بشوية. هضغط على الرسمة كده بحرف ايزي كده في النص علشان اسويها. رسمة القمع لما بنيجي نشيلها بتكون مخلية الرسمة من فوق مش تمام، وفي التشكيل كمان هقول لكم هنعمل فيها ايه. دي كده الرسمة اللي بالشوكولاتة، ودي الرسمة التانية اللي سنونها صغيرة. ادتني شكل الوردة دي، شكلها حلو قوي كمان. كمان عملت زي اصابع كده، او حاجات شبه البسكوت كده صغيرة بالشكل بالاتنين، يعني عملت بالتب ده وبالتب ده. التشكيل بقى زي ما انتوا عايزين. التسوية في الفرن بتكون على درجة حرارة 180، رف اوسط 12 دقيقة بالظبط بالمتابعة. خطوة كمان مهمة جدا، هي ان بعد ما اشكل البيتيفور ادخله التلاجة ربع ساعة، اللي هو اخد الصاج من التلاجة على الفرن على طول. هيطلع معاكي اللون الحلو ده. ما تخلوش يا جماعة البيتيفور ولا فاتح قوي ولا تخلوه يحمر اكتر من كده، يعني لحد ما نوصل للون الذهبي الخفيف الحلو ده. حاجة مهمة جدا نسيت اقول لكم عليها، نخلي واحدة بيتيفور فاتحة مع البيتيفور اللي بالشوكولاتة قبل السوا، ودي اللي هتخلينا نحدد السوا بتاع البيتيفور اللي بالشوكولاتة. بعد ما هسوي باقي البيتيفور، لو انا حابة اشكله في وقتها هشكله، لو مش حابة هستنى عليه شوية مثلا علشان ما يطرش في التشكيل. انا ممكن احتفظ بيه كده واشكله وقت ما احتاج.
دي كل الكمية بتاعة كيلو الدقيق اللي عملناه. بصوا بقى البيتيفور ناجح ازاي، بدليل ان الرسمة زي ما دخلت الفرن زي ما خرجت. واحلى كمان، يا ريت يا جماعة نركز في بعض الملاحظات اللي قلتلكم عليها ونمشي على نفس التكنيك عشان نوصل لنتيجة مرضية في النهاية. نيجي بقى للتزيين، وده بالمتاح عندك او باللي انت حباه. اللي انا هوريهولك ده مجرد افكار مش اكتر، ولكن الموضوع في النهاية اختياري. انا استخدمت فرماسيل الوان، واستخدمت كمان فستق مطحون، واستخدمت شوكولاتة. في الحشوات استخدمت مربى مشمش بتليق جدا جدا يا جماعة مع البيتيفور. استخدمت كمان شوكولاتة بيضة وشوكولاتة غامقة. هسيحهم على حمام مائي ساخن او هدخلهم الميكروويف لمدة 20 ثانية. بس قبل كل ده هضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت. هاخد بقى واحدة بيتيفور وهضيف عليها شوية من الشوكولاتة، وهجيب واحدة بيتيفور تكون بنفس المقاس. هحطها عليها بالشكل ده وهضغط عليها لحد ما يلزقوا هما الاتنين في بعض. هاخد نصها وهغمسها بالشوكولاتة، وهبتدي اغلفها في الفرماسيل بعد ما تصفي كل الشوكولاتة اللي فيها، او بعد ما تبطل تنقط شوكولاتة. هغمسها بقى بطبقة كويسة كده بالفرماسيل. وده شكل من الاشكال اللي عملته، كان مبهج جدا، وكانت الواناته بالنسبة لي حسستني فعلا بالعيد. هاخد واحدة كمان هحط عليها شوية شوكولاتة، وهلزقها برضو بواحدة نفس الحجم تقريبا او نفس المقاس تقريبا. هغمسها في الشوكولاتة، وبعد كده هغمسها بالفستق. واحدة كمان بالشوكولاتة، واحدة كمان بجوز الهند. نيجي بقى للي كانت مبهجة جدا جدا بالنسبة لي، ورسمتها كانت عجباني قوي، واحسن حاجة انا حبيتها لان هي سادة من غير حشوات. انا بحب البيتيفور من غير اي حشوات. جيت في الوردة كده وضفت عليها شوية من الشوكولاتة في النص، وعليهم كمان حبة فرماسي. ادتني وردة شكلها كيوت جدا. باقي الحشوات بقى فننوا فيها زي ما انتوا عايزين. يعني دي مثلا انا اخدت واحدة بيتيفورة وحطيت عليها شوية مربى حلوين جدا، وضغطت عليها لحد ما المربى خرجت من الجناب، او خرجت من حروف الدايرة كده بتاعة الوردة. وابتديت امشي على حروف الدايرة بتاعة الوردة كده بالفرماسيل او بالمكسرات او بالشوكولاتة. شكلها تقليدي بس شكلها حلو جدا. اصابع البيتيفور الطويلة دي ما كانتش محتاجة ان انا بقى احط اتنين على بعض او الزق اتنين على بعض، هتبقى كبيرة جدا. فانا كنت بغمس نصها كده بالشوكولاتة، وبعد كده اعمل لها طبقة من المكسرات او الفرماسيل. هاخد بقى كل واحدة هشكلها، هاخدهم على ورق زبدة كلهم كده واحدة واحدة لحد ما الحشوة تتماسك فيها، والشوكولاتة كمان تتماسك نوعا ما. بصوا بقى شكلهم قمر وكيوت ازاي. انا عن نفسي ما كنتش مبطلة تصوير فيهم. شوية افكار كده اديتها لكم في التزيين، يا ريت تطبقوها وتوروني تطبيقاتكم على الفيسبوك. هسيب لكم اللينك بتاع البيج بتاعي تحت في صندوق الوصف. وصفة البيتيفور النهاردة من الوصفات اللي حقيقي هتعتمدوها زي كده لحد 10 سنين قدام. وصفة ناجحة 100%. اتمنى تجربوا وصفة النهاردة وتعجبكم، وتكتبولي في الكومنتات رأيكم فيها ايه. كمان وروني تطبيقاتكم على الفيسبوك، وهسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. وصفة البيتيفور دايبة جدا جدا، ما كانتش مستحملة يا جماعة خالص ان انا اضغط عليها. بصوا يعني مجرد ما بضغط عليها كده كانت بتتفرفت في ايدي. دايبة دوب. لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. ولحد هنا لو استفدتوا من الفيديو بتاعي لو حتى بمعلومة واحدة اعملوا لي لايك. كمان لو مش مشتركين في القناة نوروني واشتركوا فيها، وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم كل جديد في القناة. واستنوني في فيديو جديد وحلقة جديدة، واشوفكم على خير. باي باي.